تخيلوا كده ان احلى الحلويات اللي ممكن تكونوا دقتوها اتعملت بالغلط. غلطة بسيطة قلبت بواحدة من اشهر والذ الحلويات حول العالم. فيلا نشوف اتعملت ازاي وبالمرة احكي لكم حكايتها في الحلقة السادسة من سلسلة حكاية اكلة. في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم حكاية فطيرة التفاح وازاي اتطورت عبر التاريخ لحد لما وصلت فرنسا، والحكاية اخدت منحنى جديد. في منطقة لامورلي بوفغان في فرنسا كان في أختين حلمهم إنهم يفتحوا مطعم، وفعلا في أواخر القرن ال19 تم افتتاح مطعم ستيفاني وكارولين تاتن. وفي يوم ضغط شغل في المطبخ كانت ستيفاني بتعمل فطيرة التفاح ونسيت تحط عجينة تحت التفاح، واكتشفت ده بعد لما دخلت الفرن، فكملت خبزها وعملت لها صوص مميز وقررت تقدمها كده، والناس حبوها قوي. لكن الفطيرة ما اتشهرتش غير بعد استبدال التفاح بالكمثرى وكرملة الكمثرى بالزبدة والسكر، وكانوا بيقدموها دافية مع الكريمة وبولة آيس كريم، وسموها بير تارت تاتن تخليدا للأختين. وحبيت أعمل لكم الوصفة دي بالذات عشان مميزة جدا وطعمها حلو، وطعم اليانسون فيها حلو قوي. وأحلى حاجة في الموضوع اللي هي أسهل وأسرع من فطيرة التفاح، فلو نفسكم تجربوها بأي نوع فاكهة ما تترددوش، والطريقة بالتفصيل تحت الفيديو. وأكيد ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحكاية الجاية.